السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا طلبة ثانوية عامة. إن شاء الله رب العالمين آخر مرة هتشوفني وخلاص هترتاح مننا يا عم. فخلينا نقول إحنا هنعمل إيه في الفيديو ده؟ في الفيديو ده بكل بساطة أنا همشي على الأفكار التراكمية بشكل سريع إن شاء الله رب العالمين، هفكرك بيها وبرضه هشرحها لك قبل ما أحل، وهوريك الأفكار اللي جت من النماذج الاسترشادية على الأفكار التراكمية دي، وهحاول أبسطها عليك بإذن الله. فيلا بينا نبدأ مع بعض. وبعد ما نخلص الأفكار التراكمية في حاجات أنا شاكك إن هي ممكن تيجي في امتحان بكرة، فبرضه هفكرك بيها بشكل سريع عشان لو جت فبرضه يعتبر بذكرك بيها بشكل سريع إن شاء الله رب العالمين، عشان دي أفكار مهمة أوي. نبدأ كده سريعا. بص يا سيدي، احنا عندنا حاجة اسمها wish و would rather و it's time. عايزك تعرف عنهم حاجتين. لو جاي وراهم فاعل لازم يجي وراهم فاعل عشان تطبق القاعدة دي. فانت هتفكر في حاجتين. انت دايما لما بتلاقي wish would rather و it's time وراهم فاعل تقول لنفسك تمام، يبقى انا هفكر في زمنين، يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي تام. ماضي بسيط عادي لو الجملة في المضارع أو ما ذكرش زمن الجملة، لكن لو مديك إشارة على الماضي في الجملة فبتحط له الماضي التام. وأفكرك سريعا، الماضي التام ده اللي هو كان بيتكون من إيه؟ من هاد وبعدها التصريف الثالث للفعل. وطبعا الماضي البسيط اللي هو بيتكون من الإيه؟ التصريف الثاني للفعل. طيب تعال نطبق سريعا. بص كده على الجملة دي. الجمل ديت كانت نماذج استرشادية وجمل برضو سنين سابقة. بقول لك هنا I wish I ate my teacher's advice before I joined this college. يلا أنا عندي هنا wish وبعدها كمان أهو I ده فاعل، يبقى أقدر أطبق القاعدة دي. طيب هنا أحط ماضي بسيط ولا ماضي تام؟ فتعال نشوف هنا أهو عندي في إشارة على الماضي أهو. الجملة هنا في زمن الماضي يبقى أنا عندي إشارة على الماضي، وقلنا طالما عندك في الجملة إشارة على الماضي تحط الماضي التام. فين الماضي التام؟ اهي had والتصريف الثالث. طب الجملة اللي بعدها بقول لك I'd rather you a more efforts last year. عندي برضو هنا ايه؟ would rather وبعدها you ادي فاعل اهو موجود، يبقى هطبق القاعدة دي يا ماضي بسيط يا ماضي تام. وهنا كمان last في إشارة على الماضي يبقى هحط ماضي تام. فين الماضي التام؟ had exerted. السؤال اللي بعده بقول لك it's time we a our lessons. عندي هنا it's time. طيب هحط يا ماضي بسيط يا ماضي تام لأن وراها اهو في فاعل اهو. طيب هنا احط ماضي بسيط ولا ماضي تام؟ هل في إشارة على الماضي بعد النقط؟ لا، طالما مفيش إشارة على الماضي يبقى تحط الماضي البسيط عادي. طيب السؤال اللي بعده I feel very sick. I wish I ate all that chocolate yesterday. يلا أنا عندي هنا wish أهي ووراها فاعل، يبقى المفروض الناحية التانية يا ماضي بسيط يا ماضي تام. وهنا كمان عندي إشارة على الماضي أهي، يبقى كده أنا هحط هنا زمن الإيه؟ الماضي التام. فهلاقي had eaten و hadn't eaten. طب أختار بقى had eaten ولا hadn't eaten؟ ابدأ اسأل نفسك بكل بساطة ايه الفرق بينهم؟ واحدة اثبات وواحدة نفي. فهنا هشوف معنى الجملة، انا بتمنى ان انا كنت كلت كل الشوكولاتة دي ولا ما كنتش كلت؟ اكيد ما كنتش كلت، يبقى انا هنا عايز نفي، يبقى الاجابة الصح الاجابة سي. فيها مشكلة؟ طيب بص بقى يا سيدي، would rather لو مفيش فاعل وراها، احنا كنا قلنا القاعدة دي بتطبق لو في فاعل وراهم كنت هتحط يا ماضي تام يا ماضي بسيط. ولكن خلي بالك ان would rather لو مفيش فاعل بعدها بنحط المصدر. بنحط ليه؟ المصدر. وwish برضو لو مفيش فاعل بعدها بنحط to والمصدر. وit's time لو مفيش فاعل بعدها بنحط to والمصدر. يعني ايه؟ بص على الجملة دي she would rather a with the housework. يلا أنا عندي هنا would rather، هل أحط ماضي بسيط وماضي تام؟ إحنا كنا هنحط ماضي بسيط أو ماضي تام لو كان في فاعل بعدها، لكن هنا مفيش فاعل يبقى هحط إيه؟ ما أنا قلت لك would rather مفيش فاعل يبقى تحط المصدر، يبقى أختار هنا المصدر اللي هو بدون إضافة اللي هو help. يبقى خلي بالك من القاعدة دي عشان مهمة واتذكرت في النماذج الاسترشادية.
القاعدة اللي بعد كده اللي عايزك برضو تاخد بالك منها، في حاجة اسمها suggest و recommend و insist. عايزك تعرف عنهم حاجتين. suggest و recommend و insist التلاتة دول لو جاي النقط وراهم على طول، يعني مفيش وراهم ولا فاعل ومفيش وراهم ولا مفعول، هي النقط لازقة فيهم على طول، فبتحط الايه ing. ولكن suggest و recommend و insist لو لقيت وراهم فاعل او ممكن تبقى الذات الاول وبعد كده الفاعل، قال لي لا مش هتحط ing، انت هتحط المصدر او should والمصدر. وخلي بالك لو لقيت suggest او recommend او insist ما لقيتش بقى وراهم فعل، لا ده انت لقيت مفعول هيقع عليه الفعل، فقال لي ساعتها تعمل ايه؟ قال لي تحط بي والتصريف الثالث او should be والتصريف الثالث. تاني بكل بساطة انت ما تصعبش الموضوع على نفسك، الموضوع مش لوغاريتمات. suggest recommend insist مفيش فاعل وراهم يبقى ing. طيب لو لقيت فاعل وراهم يبقى هحط يا اما مصدر يا اما should والمصدر. طب ما ممكن ما يبقاش فاعل، ممكن يبقى مفعول هيقع عليه الفعل، يبقى احط be والتصريف الثالث او should be والتصريف الثالث. مش فاهم؟ تعال اوريها لك في الجمل احسن. هنا بقول لك هبه suggested ايه، يلا suggest هل في حاجه وراها؟ لا، ما احنا قلنا suggest recommend insist مفيش فاعل ولا مفعول وراها، نحط ing. يبقى اختار من عندي ايه؟ هختار getting. السؤال اللي بعده I suggest that he ايه، الله ده انا عندي هنا suggest صح؟ ايوه، وبعدها في فاعل اهو، يبقى هعمل ايه؟ هحط يا مصدر يا should والمصدر. وكمان هنا اتأكدت ان هو فاعل فعلا، هو اللي هيروح للنيرست ايجنسي لأقرب وكالة، يبقى هنا وراها فاعل، يبقى احط يا مصدر يا should والمصدر، يبقى المصدر اهو اللي هو بدون اضافة. السؤال اللي بعده I suggest that this room A for the children. يلا يا سيدي عندي هنا suggest صح؟ النقط مش لازقة فيها، يبقى مش هجري واحط ing، لا. فطبعا في واحد هيقول لي ماشي يبقى كده suggest اقدر احط معاها يا مصدر يا اما should والمصدر صح، وهتروح تختار ايه؟ هتبدا تقول لي المصدر اهو اللي هو leave وتختاره، بس هتبقى اجابه خاطئه. ليه؟ لان هنا suggest جاي وراها روم الغرفة، هي الغرفة هتترك نفسها للأطفال؟ لا، ده الغرفة هتترك للأطفال. واحنا قلنا ان suggest و recommend و insist لو جه وراهم مفعول مش فاعل، مفعول هيقع عليه الفعل، بنحط be والتصريف الثالث او should be والتصريف الثالث. يبقى هنا الإجابة الصح اللي هي be left اللي هي الإجابة B. طب بص الجملة اللي بعدها Our teacher insists. يلا عندي insist، هل النقط جايه وراها على طول؟ لا، ده جاي وراها the group المجموعة. حلو الكلام، يبقى المفروض المجموعة ديت يبقى مش هحط ing، ده انا هشوف هي فاعل ولا مفعول عشان اشوف اختار ايه. فانا اصلا لو جيت بصيت للاختيارات انا كده كده ما عنديش، انا عندي بعد النقط لو خدت بالك تصريف ثالث organized، فهو سهل الاجابة عليك واداك نص الاجابة، اداك تصريف ثالث. فكده ذا جروب دي يتحط معاها ايه؟ طالما تصريف ثالث يبقى اكيد هحط قبلها يا اما بي يا اما should be، هي دي الحالة بتاعتها، تصريف ثالث يبقى قبله بي او should be، يبقى كده الاجابة الصح اللي هي ايه؟ بي. طب مثلا انت لو كنت هتبصمجها فكنت هتبدأ تقول ايه؟ ده insist اهي الفاعل وراها اهو، يعني حتى لو كنت اعتبرتها فاعل فكنت هتقول ده انا المفروض احط وراها يا مصدر يا should والمصدر، فكانت هتلفق معاك لان مفيش مصدر في الاختيارات غير بي. تمام؟ طيب القاعدة اللي بعد كده وهي so و such اتذكرت في النماذج الاسترشادية ووجب علينا ان احنا ننوه عليها تاني سريعا. بص يا سيدي، عايزك تربط so و such، تربطهم بمين؟ تربطهم بالذات، دي أول حاجة. so و such تربطهم بمين؟ بالذات. طيب عايزك تعرف إن so بيجي وراها صفة أو ظرف، الظرف ده اللي هو غالبا بيبقى آخره إيه؟ بيبقى آخره ly. حلو الكلام. وبرضه so بيجي بعدها many وماتش. تاني so ليها حالتين اهو انا كاتبهم لك، يا اما يجي وراها صفه
أو ظرف، يا إما يجي وراها many أو much. وخلي بالك so لا يأتي، هكتبها لك أهي، لا يأتي بعدها noun اسم، ما بيجيش وراها noun اسم. لكن such عكسها، such بيجي وراها صفة بس لازم يكون بعد الصفة اسم، والاسم ده ممكن يكون اسم جمع او ممكن يكون اسم مفرد. فلو اسم جمع عادي هتتحط such عادي، لكن لو الاسم ده كان مفرد فsuch تحط بعدها او ان. تاني، انا عارف ان انت بتقول الدنيا ملخبطة، لا مش ملخبطة ولا حاجة. تاني، so ما بيجيش معاها ايه وانت بتذاكر تقول so ما بيجيش معاها اسم، ده بيجي وراها صفة او ظرف. حلو الكلام. وبيجي وراها many او much. طيب such بقى لازم يجي وراها اسم. ممكن الاسم يكون قبله صفة بس المهم لازم يجي وراها اسم. والاسم ليه حالتين، ممكن يبقى جمع ممكن يبقى مفرد. لو جمع هحط such عادي، لو مفرد فالمفرد اكيد هحط له او ان مع such. تعال نشوف الجمل كده سريعا. بقول لك هنا يا سيدي، بقول لك نقط navigation methods of birds are compared with others in the animal world. طيب لو جيت بصيت هنا للاختيارات فأنا مش عارف هو بيتكلم عن إيه، ده عمال يتكلم عن so و such. حلو. هل ينفع اختار so؟ أنا عندي بعد النقط navigation methods طرق الملاحة. طيب methods طرق دي noun اسم، نون، يبقى انا عندي بعد النقط نون. هل ينفع اختار سو؟ لا، سو ما يجيش وراها نون. طيب such ينفع يجي وراها نون، تعال نخليها على جنب. طب عندي none، ليه ما اختارهاش؟ انا عندي بعد النقط methods، صح؟ methods ديت المفروض ان هي ايه؟ اسم، واسم ايه كمان؟ اسم جمع، اسم جمع. طيب طالما انت اسم جمع، none عشان تحط وراها اسم جمع لازم يكون معاها of، وكذلك each عشان تحط معاها اسم جمع لازم يبقى معاها of. يبقى كده الاتنين دول غلط، يبقى الإجابة الصح such. هنشوف الجملة كمان. There are many options in the marvelous mobile that. أولا لقيت that يبقى أفكر في مين؟ في so such. عندي هنا so وعندي such، اتكلوا على الله انتوا. طيب أختار so ولا such؟ أنا عندي بعد النقط many. ما احنا قلنا many و much بيجوا مع مين؟ بيجوا مع so. السؤال اللي بعده. She is a creative person that. خلاص أنا أول ما لقيت that هربط دماغي مع so ومع such. احذف to، احذف enough. أختار so ولا such؟ أنا عندي بعد النقط عندي creative person شخص، دي noun اسم. فطالما عندي noun اسم ما ينفعش أختار so، مع ان عندي صفة بس ما ينفعش اختار so طالما عندي اسم. يبقى الإجابة الصح such a. وخدت بالك كمان ان such هنا معاها ليه؟ لأن عندي اسم هنا person، ده اسم مفرد. السؤال اللي بعده. It was that. حلو، أنا لما شفت that يبقى أفكر في so و such، يبقى هحذف to. طيب تعالى بقى نشوف أقدر أحذف إيه تاني. برضو بص على الإجابة B. so حاطط بعدها صفة big، ماشي دي صفة، بس حاطط بعد الصفة party حفلة، دي noun اسم. so ينفع يجي بعدها noun اسم؟ لا. فضل عندي بقى حاجتين، ايه الفرق بينهم؟ اسأل نفسك. such a و such بس. هي الآ دي بتتحط لو انا كنت بتكلم عن اسم مفرد. طب ما فعلا انا بتكلم عن البارتي الحفلة، دي اسم مفرد، يبقى احط معاه a. يبقى الإجابة الصح الإجابة A. طيب برضو نتكلم عن enough و to، ايه الفرق بينهم؟ احنا قلنا so such بنربطهم بالذات. طيب عايزك تعرف بقى enough و to بنربطهم بايه يا سيدي؟ بنربطهم ب to والمصدر. لقيت to والمصدر موجودة، فكر في enough او to. حلو. enough الصفة بتيجي قبلها والظرف بيجي قبلها، لكن to الصفة بتيجي بعدها. تاني، enough اللي هي معناها كفاية الصفة بتيجي قبلها والظرف بيجي قبلها، لكن to الصفة بتيجي بعدها. مش فاهم؟ هوريها لك في الجمل أحسن. الجمل دي جت في النماذج الاسترشادية برضو. الجملة دي بقول لك luckily نقط. طيب فلما جيت بصيت هل اختار enough ولا to ولا no more ولا ايه بالظبط؟ انا عندي قبل النقط في luckily لحسن الحظ اخرها اللي y، يبقى هي في اغلب الاحوال ظرف adverb.
مين اللي يجي قبله adverb؟ هل to؟ لا. طب enough؟ وكمان عندي not enough. طيب enough هي اللي يجي قبلها ظرف. حلو، اختار enough ولا not enough؟ not نفي وenough اثبات. ابدا اسال نفسك، ها انا عايز نفي ولا لا؟ انا بقول لك هنا في الجمله ايه؟ لحسن الحظ، فبتكلم عن لحسن الحظ، اكيد مش هقول not للنفي. not المعنى بتاعها خاطئ في الجمله. السؤال اللي بعده The river isn't clean for fish to live in. طيب هل ينفع، أنا عايز أسألك، هل ينفع أفكر في so such؟ لا، بس لا ليه؟ عشان عندي هنا إيه؟ to live. to والمصدر، قلت لك to والمصدر تربطها مع مين؟ تربطها مع enough و to. طب اختار مين فيهم؟ انا هنا الصفة جاية قبل النقط ولا بعد النقط؟ بص الصفة جاية قبل النقط اهي، clean جاية قبل النقط. هي مين اللي بيجي قبلها الصفة او الظرف؟ طبعا enough، يبقى enough هي اللي صح. السؤال اللي بعده There are times، هناك أوقات when people، عندما الناس can't work to live comfortably. طيب عندي هنا to والمصدر، هل أفكر في so such؟ لا، فضل عندي too hard و hard enough. طيب هختار مين؟ أنا بقول لك هناك أوقات عندما الناس ما تقدرش تشتغل to live comfortably. فبص يا سيدي، معلومة كده في النص، to هي أصلا في معناها نفي. تاني to في معناها هي نفي، بمعنى إن أنت بتقول إن الحاجة صعب جدا إن هي تتحقق، فما ينفعش تحط نفي مع نفي، هتبقى معنى الجملة غلط. فكده الإجابة إيه؟ نقول عليها غلط، والإجابة الصح اللي هي الإجابة دي. السؤال اللي بعده بقول لك his wages are small he can scarcely live on them. يعني بقول لك ان اتعابه هي، عايز اقول ان هي صغيره، he can scarcely هو يقدر، عارف انت بالكاد يعيش عليهم. فهختار ايه؟ هل اختار such ولا to؟ طيب هل ينفع such لازم يجي بعدها noun اسم. طيب انا عندي بعد النقط small دي ايه؟ صفة، يبقى مش هينفع اختارها. طيب ينفع اقول are to كده؟ لا. طيب to دي بيجي وراها صفة. طب enough الصفة بتيجي قبلها، يبقى enough مش هتنفع، والإجابة الصح تبقى to. بعد كده في قاعدة الانفرجن ظهرت برضو كتير في النماذج الاسترشادية، فعايزك تاخد بالك منها. بص يا سيدي، لما تلاقي في بداية الجملة ظرف نفي زي ايه؟ never، barely، rarely، not only، not until، only after، little، rarely، neither، only when، seldom، under no circumstances. شايف كل الحاجات دي بنعتبرها ظروف نفي. لو لقيتها في بداية الجملة بتاعتك تعمل ايه؟ قال لي بنحط بعدها صيغة سؤال. يعني ايه صيغة سؤال؟ صيغة سؤال يعني فعل مساعد وبعده الفاعل وبعد كده الفعل. تاني، صيغة الجملة العادية اللي انت عارفها هي عبارة عن فاعل وبعد كده فعل، صح؟ لكن صيغة السؤال بتبقى فعل مساعد وبعده الفعل أو المفعول وبعد كده الفعل. تعال أوريك واحدة واحدة بس الجمل هنا. بقول لك هنا only after. طيب أنا أول ما لقيت أهي only after يبقى هعمل قاعدة الانفرجن. يعني إيه قاعدة الانفرجن؟ يعني هختار له من الاختيارات صيغة سؤال. هل that we know دي صيغة سؤال؟ لا. when had، أنا مش عايز when أصلا. طيب بص بقى well ماشي، دي فعل ناقص، ماشي عادي ممكن أعملها في صيغة السؤال وبعدها اهو الفاعل بتاعي وبعد كده الفعل الأساسي، فدي صيغة سؤال. لكن هل we know دي صيغة سؤال؟ لا، دي صيغة جملة عادية، يبقى الإجابة الصح C. الجملة اللي بعدها هي معتمدة على حاجة أنا عايزك برضو تاخد بالك منها وهي عندك في المنهج. عايزك تعرف no sooner، hardly، scarcely قلناها في فيديو مراجعة الجرامر، ولكن نقولهم تاني. التلاتة دول لو جم في بداية الجملة
بنحط وراهم ماضي تام بس في صيغة سؤال. طب هو الماضي التام في صيغة السؤال بيبقى عامل ازاي؟ had وبعد كده الفاعل وبعد كده التصريف التالت. طيب no sooner عايزك تعرف ان هي بتاخد than، لكن hardly و scarcely بياخدوا ايه؟ when، وبعد than او when الماضي البسيط. هطبق لك عليها، تعالى كده ننزل هنا. الجملة دي ظهرت في النماذج الاسترشادية، بقول لك نقط the food on the table did we start to eat. فهل ينفع اختار no sooner؟ تعال نشوف. no sooner اهي جاي وراها had، بعد كده الفاعل، بعد كده التصريف التالت، ماشي، بس كان المفروض يكون في than والجملة كلها ما فيهاش than، نحذفها. طيب before، ليه before غلط؟ before دي رابط. يعني ايه رابط؟ يعني المفروض يجي ورا الجملة وبعد كده كما وبعد كده جملة تانية. طالما هتحط الرابط في بداية الجملة يجي ورا جملتين وبينهم كما. أنا ما عنديش كما أصلا في الجمل دي كلها، يبقى كده مش هينفع أختارها، ولا ينفع أختار وين لأن وين برضو رابط. فطالما رابط يجي وراها جملة، ماشي، والمفروض يبقى فيه كما وجملة تانية. فأنا ما عنديش أصلا في الجملة اللي فوق دي خالص ما عنديش كما، فكده برضو مش هينفع أختار وين. فضل عندي مين؟ not until. طب هل هي صح؟ طب ازاي؟ not until اهو ده ظرف نفي هنحطه في بداية الجملة، يبقى المفروض يكون بعده صيغة سؤال. اهي صيغة السؤال اهي did، بعد كده الفاعل، بعد كده المصدر. فعلا هي دي اللي يجي معاها صيغة السؤال not until. السؤال اللي بعده بقول لك not until. حلو، طالما لقيت not until يبقى هعمل صيغة ايه؟ صيغة سؤال. فين صيغة السؤال؟ هل the cell phone was invented دي صيغة سؤال؟ لا. طيب برضو الإجابة دي آخر إجابة the cell phone invented برضو لأ. أنا عايز صيغة سؤال، فعل مساعد بعده فاعل أو مفعول وبعد كده فعل. طيب الإجابة سي did، ماشي، ده فعل مساعد، بعد كده the cell phone وبعد كده فعل. وعندي الإجابة بي was، ده فعل مساعد، بعد كده the cell phone وبعد كده فعل. طب أختار مين فيهم؟ ايه الفرق؟ did هنا اهي وبعدها the cell phone وبعد كده المصدر. هي did دي كنا قلنا دي صيغة السؤال قبل كده بتاعة الماضي البسيط، صح؟ بس كانت صيغة السؤال لو انت بتتكلم عن فاعل. والإجابة بي كان مكتوب فيها was وهنا التصريف الثالث، والمفروض was والتصريف الثالث انت عارف ده من التكوين بتاع الماضي البسيط مع المفعول. طب هو انا اصلا بتكلم عن فاعل ولا مفعول؟ انا بتكلم عن التليفون. هل التليفون اخترع نفسه؟ لا، يبقى التليفون مفعول وقع عليه الفعل. يبقى كده الإجابة سي خاطئة والإجابة الصح هي الإجابة بي. طيب السؤال اللي بعده not only برضو ده ظرف نفي اهو محطوط في بداية الجملة، احط وراه ايه؟ احط وراه صيغة سؤال. فلو جيت بصيت فين صيغة السؤال هلاقي does وبعدها الفاعل وبعد كده المصدر، وديد وبعدها الفاعل وبعد كده المصدر، دول صيغ السؤال، لكن دي جملة ودي جملة. طيب اختار مين فيهم؟ اسأل نفسك ايه الفرق؟ does دي مضارع، did ماضي. طب هنا زمن الجملة كان ايه؟ leaked ماضي، يبقى منطقي اختار معاها الماضي. السؤال اللي بعده which sentence is structurally correct؟ حلو، اول اختيار بيقول لي no sooner، حلو، وبعدها had، بعد كده الفاعل، بعد كده التصريف الثالث، والمفروض no sooner يجي معاه than، ماشي، وبعدها الماضي البسيط went out. فيها مشكلة؟ لا، دي قاعدة no sooner اللي عندك في المنهج اللي لازم تكون حافظها صم عشان بقالها 3 سنين بتيجي. طيب هنا حاطط لي no sooner، حلو، وحاطط لي بعدها had. طب بص يا سيدي هفكرك كده سريعا برضو بحاجة كنا شرحناها في الفيديو بتاع الجرامر. no sooner وضيف عليهم كمان hardly وضيف عليهم كمان scarcely. التلاتة دول لو مش هتحطهم في بداية الجملة عايز تحطهم في نص الجملة يجي قبلهم had وبعدهم التصريف التالت للفعل. طيب فأنا لو جيت رجعت للجملة أنا واقف عند الاختيار بي no sooner حاطط لي بعدها had والتصريف تالت، لا كان المفروض يكون قبلها had وبعدها التصريف التالت. طيب الإجابة سي no sooner حاطط اهي قبلها had وبعدها التصريف التالت، بس حاطط لي مع no sooner when، لا no sooner كان المفروض تبقى than.
طيب الإجابة دي no sooner بعدها we had arrived. لا، كانت المفروض تبقى had وبعدها الفاعل اللي هو we وبعدها التصريف الثالث اللي هو arrived. دي كانت تبقى صح طالما no sooner في بداية الجملة. يبقى كده الإجابة الصح هي الإجابة A. وهقولها لك أهو قاعدة no sooner و hardly و scarcely تحفظها لي زي اسمك. لما تيجي في بداية الجملة اللي هي الحتة دي، لما تيجي في بداية الجملة الشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي، ولما تيجي في منتصف الجملة بتبقى عاملة ازاي. بعد كده في قاعدة ظهرت برضو حوالي 4 مرات أو 3 مرات في النماذج الاسترشادية، تعال نركز عليها. هي اسمها البارتيسيبلز. يعني ايه بارتيسيبلز؟ بص يا سيدي، هو المفروض ان انا اقعد اشرح لك واقول لك ان هي معناها ان رابط وبعده فاعل وبعد كده كمان الفعل المساعد اللي بعد الفاعل اتحذفوا، فاحنا لجأنا ان احنا نحطه. فانا لو قلت لك الكلام ده دلوقتي في الوقت ده برضو هيبقى صعب وهياخد منك وقت كبير ومش هتعرف تحل. فانا هديك تركايه بسيطه. لما تلاقي في جملتين حاطط لك جملتين وبينهم كما، المفروض ان الجملتين اللي بينهم كما لازم يكون في رابط، لازم يكون في رابط يربط الجملتين اللي في بينهم كما. ما لقيتش رابط وحاطط لك النقط في بداية الجملة، طالما الجملتين بينهم كما وحاطط لك النقط في بداية الجملة وما عندكش رابط، رابط ده زي after زي before زي as soon as، كل دي بنسميها روابط. فتعمل ايه؟ قال لي تختار حاجة من اتنين، موضوع بسيط اهو، يا اما تختار ing يا اما تختار تصريف تالت. امتى اختار ing؟ قال لي لو انت لقيت الجملة التانية بادئة بفاعل. طب امتى اختار تصريف تالت؟ قال لي لو لقيت الجملة التانية بادئة بمفعول. هعتبرك ما فهمتش حاجة، تعالى واطبق لك هنا. بص يا سيدي، عند اهي جملة وجملة وفي بينهم ايه اهم حاجة الكما، يبقى كان المفروض هنا يبقى في رابط صح؟ انا ما عنديش رابط هنا، هو حاطط لي النقط في بداية الجملة، يبقى المفروض هحط يا ing يا تصريف ثالث. هروح اشوف الجملة التانية بادئة بمين؟ بادئة به. هو اللي كان مريض يبقى هو فاعل، يبقى الجملة التانية بدأت بفاعل يبقى احط ing، يبقى اختار being. السؤال اللي بعده not herself alone. حلو، المفروض ان انا عندي اهو جملتين وبينهم ايه يا ريس؟ بينهم الكما، يبقى المفروض ان هنا كان يبقى في رابط في بداية الجملة، فما فيش وحاطط لي النقط في بداية الجملة. اقدر اختار الاي ان جي واقدر كمان اختار التصريف الثالث. طب اختار مين فيهم؟ ابدأ شوف الجملة التانية بدأ بمين؟ بهبة. هبة هي اللي وجدت نفسها وحيدة، يبقى هبة فاعل، يبقى اختار معاها الاي ان جي. السؤال اللي بعده بقول لك نقط his own company he took on many workers. يلا يا سيدي، انا عندي هنا ايه؟ جملتين اهو صح وفي بينهم الكما، يبقى كان المفروض هنا يبقى في رابط، ما عنديش والنقط في بداية الجملة، يبقى اختار يا اما ing يا اما تصريف ثالث. طيب اختار مين فيهم؟ الاول انا عايز اشوف هنا find وهنا found. بص، فعل found بيجي بمعنى يؤسس، وطبعا انت عارف ان find كده معناها يجد. هو هنا انا عايز اقول يجد ولا يؤسس؟ انا بتكلم عن الشركة فاكيد مش هقول يجد الشركة، يؤسس الشركة. طيب يبقى انا finding اللي هي الاجابة ايه مش عايزها، وهبدأ افكر بقى في founded ولا founding. فهنا انا عندي الجملة التانية بادئة بمين؟ تعالى نمسح كده، الجملة التانية اهي بادئة به، وهو اللي أسس الشركة صح؟ فهو اللي أسس الشركة يبقى هو فاعل قام بالفعل، يبقى كده هختار الاي ان جي. السؤال اللي بعده بقول لك نقط by the root cashier. حلو، عندي جملتين بينهم كما، المفروض اعمل ايه؟ يبقى في رابط، مفيش رابط، يبقى هفكر في التصريف الثالث او الاي ان جي. اختار مين فيهم؟ ابدأ شوف، انا عندي هنا حد هيقول ان كريمة هي الفاعل بتاع الجملة، لا، انت لو خدت بالك انا عندي هنا باي. بص، لما تلاقي باي جاي وراها نون اسم، باي جاي وراها نون اسم،
تعرف ان انت كده بتتكلم عن object، بتتكلم عن مفعول. بتتكلم عن ايه؟ مفعول. يبقى كريمة هنا هي مفعول، يبقى اختار ايه؟ التصريف الثالث للفعل. يبقى خلي بالك من الحاجات البسيطة دي اللي هي باي بعدها اسم بتعرفك ان انت بتتكلم عن object مفعول. طيب بعد كده عايز اكلمك بقى عن شوية روابط. عندي حاجة اسمها روابط التناقض، اهمهم عشان في روابط تناقض كتير، فاهمهم اللي ذكرت في او اللي ذكرت في النماذج الاسترشادية. عندك although و though و even though و even if، دول بنسميهم روابط التناقض. يعني ايه التناقض؟ يعني بيعبروا عن الكونتراست، التناقض. عشان ممكن يجيب لك جملة في قطعة يقول لك مثلا هي although أو though أو even though أو even if هي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن الكونتراست. دي أول سؤال ممكن يجيبه. تاني سؤال عايزك تعرف إن كلهم بالسنس كده هم معناهم على الرغم من. لما تيجي تقول على الرغم من حاجة حصلت حاجة تانية فتختار الحاجات دي. حلو، دي تاني حاجة عايزك تعرفها اللي هي المعنى. تالت حاجة عايزك تعرف ان although و though و even though و even if لازم يجي وراهم جملة فاعل وبعد كده فعل. لازم تبقى جملة فاعل وبعده فعل. لكن عندك برضو روابط تناقض تانية زي despite و in spite of، دول روابط تناقض برضو، ولكن بيجي بعدهم ال ing او النون الاسم. تاني يبقى انا عندي روابط التناقض نقسمهم لحاجتين، حاجات بيجي وراها جمله فاعل وبعد كده فعل، وحاجات تانية بيجي وراها الايه؟ الاي ان جي او النون. مين اللي بيجي وراها الجمله؟ although though even though even if. لكن despite و in spite of لازم يجي وراهم اي ان جي او نون اسم. تعال اوريك احسن. بص يا سيدي، خلي بالك عشان الجمل هنا حلوه قوي. بقول لك هنا doing extreme sports is dangerous, some people like it. فأنا هنا بقول لك إيه أداء الإكستريم سبورتس اللي هي الرياضات اللي هي الشديدة هي خطيرة، بس بعض الناس بيحبوها. ففي تناقض، رياضة شديدة ورياضة خطيرة والناس بتحبها، في تناقض. يبقى أنا عايز روابط تناقض. فعندي despite تنفع، although تنفع، however برضو من روابط التناقض هي whatever. فطبعا أنت هتجري وتقول لي أنا عندي بعد النقط ing فتختار despite، ولكن تتشل إيدك قبل ما تختارها. ليه؟ هي despite بيجي وراها ing أو noun اسم، ولكن هنا لو خدت بالك doing extreme sports على بعضها كده دي نون اسم. ايه ده نون اسم؟ بص، لما تلاقي الاي ان جي وراه فعل تاني الاي ان جي وراه فعل تاني، تعرف ان الاي ان جي ديت هي نون اسم جاي في محل فاعل. جاي في محل ايه؟ فاعل. تاني لما تلاقي الاي ان جي جاي وراها فعل تعرف على طول ان الاي ان جي دي هي جايه كنون اسم في مقام فاعل. فكده يبقى انا عندي فاعل اهو ووراه فعل، يبقى انا كده بتكلم عن جمله. يبقى كده مين في روابط التناقض اللي بيجي وراهم جمله في الاختيارات؟ هي although. طب تعال نشوف الجمله اللي بعدها. Teachers endeavor to do their tasks properly. يعني بقول لك ان التيتشرز المدرسين عازمين ان هم يعملوا التاسكس المهام properly بشكل مناسب ايه the challenges they have. طيب انا بقول لك ان هم عايزين يعملوا التاسكس المهام اللي هم معاهم بشكل كويس. ايه التحديات اللي هم معاهم؟ فالتحديات دي المفروض ان هم او ان هي توقفهم. يبقى كده في تناقض، صح؟ في تناقض ان بقول لك ان هم عازمين ان هم يعملوا على الحاجه ديت على الرغم من التحديات اللي بتقابلهم. فهنا عايز اقول على الرغم من، لان هنا انا في تناقض بين الجملتين، تحديات وحاجه صعبه وهم برضو مصممين عليها. طيب اختار مين؟ انا عندي هنا من روابط التناقض despite due to هنشوفها كمان شويه وهعرفك هي ايه، وعندي although دي من روابط التناقض. اختار مين فيهم؟
although بيجي وراها جملة فاعل وبعد كده فعل. despite يجي وراها noun اسم أو verb متضاف له ing. فهنا عندي the challenges طالما معاها the يبقى هي noun اسم. هيجي واحد يقول لي ماشي، ما ممكن تبقى فاعل. ماشي، لو فعل يجي وراها فعل. لا، ده جاي وراها ايه؟ they. they ده ضمير فاعل وبعده have ده فعل. فهتيجي تقول لي طب ما هي الجمله اهي فاعل وبعد كده فعل، انا ماليش دعوه جوه في الجمله في ايه. هنا كان في نون اسم وبعده فاعل وبعد كده فعل. وخد بالك لما تلاقي النون الاسم او الفيرب متضاف له ing بعدهم فاعل وبعده فعل، ما تغيرش فكرك، هي برضو لسه نون اسم وing عادي على نفس القاعده اللي انت بتختار عليها. فهنا انا عندي the challenge اهي بعدها فاعل وفعل عادي. طالما فاعل وفعل عادي برضو، بس اهم حاجه هي نون اسم، يبقى كده اختار معاها ايه؟ despite. طيب بعد كده عايزك تعرف ان في حاجه اسمها however وفي حاجه اسمها whatever اتذكروا في النماذج بتاعت لونج مان بقى اللي هم بيحطوا لنا المناهج بتاعتنا. عايزك تعرف ان however لو هتحطها في بداية الجملة whatever لو هتحطها في بداية الجملة however بيجي بعدها الصفة، لكن whatever بيجي بعدها ايه؟ اسم تاني. however بيجي بعدها الصفة، whatever يجي وراها اسم noun. يعني ايه؟ بص كده بقول لك مستر سامح is a very kind teacher، هو مدرس طيب جدا. he forgives me هو بينساني او هو بيسامحني a noise I make. فانا عندي بعد النقط عمال يقول لي however wherever whatever whoever. فكده طالما لقيت however whoever wherever الكلام اللي هو فيه ever ده، فتبدا تفكر انا عندي بعد النقط صفه ولا noun اسم. فانا عندي بعد النقط noise. noise دي ايه؟ noise ديت اللي هي الضوضاء دي noun اسم. طالما عندي noun اسم يبقى اختار whatever اللي هي الاجابه سي. لكن لو كان قال noisy دي كده adjective صفة، فكنت هفكر في however. طب بص السؤال اللي بعده نقط careful عندي بعد النقط على طول اهي صفة، فمين اللي يجي بعدها الصفة؟ however. تمام. طيب عندي روابط السبب اللي هي بتبقى معناها ايه؟ لان. هتقولي يا عم دي سهله، ما احنا عارفين ان هي because ماشي، واز برضو وسنس قلناهم في فيديو الجرامر. قلنا 3 حاجات معناهم لان because as since، وقلنا ال3 دول بيجوا وراهم جمله يعني فاعل وبعد كده فعل. لكن في حاجات تانية معناها بسبب وهي من روابط برضو السبب، بس ما بيجيش وراها جمله، بيجي وراها ing او noun اسم. زي ايه بقى؟ قال لي عندك because لما تحط معاها of، او due to او owing to او thanks to او on account of. تاني روابط السبب اللي هي معناها لان او بسبب، في بيجي وراها جمله وفي بيجي وراها ing او noun. اللي بيجي وراها الجمله because as since، اللي بيجي وراها ing او noun اسم عندك because of owing to، عندك due to thanks to on account of. تعال نشوف الجمل. هنا بقول لك I arrived at the meeting أنا وصلت للاجتماع late متأخر. إيه the traffic congestion ازدحام المرور، يبقى أكيد عايز أقول بسبب ازدحام المرور، يبقى عايز رابط سبب. because رابط سبب، so لا، due to رابط سبب، therefore لا. طيب أختار due to ولا because؟ because لوحدها لازم يجي وراها جملة فاعل وبعد كده فعل. due to بيجي وراها ing أو noun اسم. طيب لو انت طبعا بصيت لبعض النقط عندي هنا ذا، طالما عندي ذا كده يبقى اكيد اللي بعدها ده نون اسم. وكده كده انا ما عنديش يعني، حتى انت لو هتقول ان دي جملة عشان هي كبيرة، فين الفعل؟ ما هو المفروض تبقى فاعل وبعد كده فعل، يبقى دي كده مش جملة. يبقى because غلط، يبقى due to هي اللي صح. السؤال اللي بعد بقول لك نقط they had been waiting in line all night، يعني هم كانوا منتظرين في الصف طول الليل. I was sure أنا كنت متأكد إن they would get tickets إن هم يحصلوا على التذاكر.
يبقى أكيد عايز أقول لأن هم كانوا منتظرين في الصف طول اليوم، فأنا كنت متأكد إن هم هيحصلوا على التذاكر. طيب يبقى عايز رابط سبب. though دي لأ، عندي because of تنفع، since تنفع كرابط سبب، until لأ. طب أختار مين فيهم؟ because of احنا عارفين دي من روابط السبب، بس اللي بيجي وراها ing أو noun. ايه ده؟ هي مش because بيجي بعدها جملة because بس، لكن لو معاها of يجي وراها ing أو noun. والsince دي عاملة زي because بقى لوحدها، وعاملة زي as يجي وراها ايه؟ جملة، يعني فاعل وبعده فعل. طب أنا هنا عندي بعد النقط ايه؟ they ضمير فاعل وبعده فعل، يبقى دي جملة، يبقى الإجابة الصح اللي هي since. السؤال اللي بعده بقول لك نقط walking is very useful. I usually have time to do that sport. طيب أنا هنا بقول لك التمشية هي مفيدة، فأنا بيبقى أو بخلي يبقى عندي وقت إن أنا أعمل هذه الرياضة. يبقى أكيد عايز أقول لأن التمشية هي مفيدة، فأنا دايما بخلي يبقى فيه وقت إن أنا أعمل الرياضة دي. فلأن دي فأنا ممكن أقول because of، because، despite دي لأ، دي من روابط اللي هي التناقض اللي معناها على الرغم من، والذو كذلك معناها برضو على الرغم من. طب اختار مين فيهم يا سيدي؟ because of احنا عارفين بيجي وراه ايه؟ ing او noun اسم، صح؟ وبيكاز ديت بيجي وراها جملة، فانت هتجري زي المغفل وتقول لي ان انا عندي بعد النقط اهي ing اهي. ما انا قلت لك يا سيادة المغفل ان الفعل متضاف له ing، لو لقيت وراه فعل فتعرف كده ان ing ده هو فاعل. تاني ing لو لقيت وراها فعل اعرف ان ing دي كده بقت فاعل مش ing، بقت اسم في مقام فاعل. فهنا انا عندي walking اللي هي ing جاي وراها is فعل، يبقى كده walking دي فاعل وبعدها فعل. يبقى كده انا هختار مين؟ فاعل وبعده فعل، يبقى كده جملة، يبقى اختار because اللي هي الإجابة B. بعد كده عندي شوية روابط كده بنسميهم روابط الإضافة، بس خلي بالك منهم. besides و in addition to و as well as، عايزك تعرف إن دول معناهم بالإضافة إلى، وبيجي وراهم الفعل متضاف له ing أو النون. تاني besides in addition to as well as، التلاتة دول معناهم بالإضافة إلى وبيجي وراهم ing أو noun اسم. لكن as well as عايزك تعرف عنها حاجة بسيطة، ان لو جه قبلها فاعل وبعدها فاعل تاني فقال لي ان الفعل بيتبع الفاعل الاول. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت وقلت لك في جملة بسيطة وقلت لك I as well as my brother، حطيت لك جملة كده ورحت جاي قلت لك نقط good at English، يعني كويسين في اللغة الإنجليزية، وقلت لك اختار فعل، قلت لك مثلا is ولا are ولا am ولا where. فانت لو جيت بصيت انا عندي هنا I بعدها as well as بعد كده my brother ده فاعل تاني. هنا عايز احط فعل، والفعل ده المفروض يتبع الايه؟ يتبع الفاعل الاول. فين الفاعل الاول؟ اللي هو I، فالاي تاخد مين في الاختيارات؟ تاخد طبعا am، صح كده؟ يبقى اوعى تنسى as well as قبلها فاعل وبعدها فاعل تاني، فالفعل اللي بعدهم بيتبع ايه؟ بيتبع الفاعل الاول. طيب تعال نشوف جملة. بقول لك نقط cooking lunch يعني ايه؟ يعني طبخ الغداء. mom did the washing up يعني ماما عملت الغسيل كمان. فهل اختار in addition ولا as a result ولا besides ولا as well as؟ بص in addition من غير to دي جواها جملة، لكن لو كان معاها to كانت تنفع، لكن هنا in addition من غير حاجة يجي وراها جملة، مش عايزة. as a result لا، أنا ما بتكلمش عن النتيجة هنا، أنا بقول إن هي عملت كده وأكيد وعملت حاجة تانية، فدي كده إضافة. besides ماشي، besides يجي وراها ing فعلا، وعندي بعد النقط ing،
فدي تنفع. طب as well لا، اسمها as well as عشان اقدر احطها كرابط اضافة ويجي بعده ing او النون الاسم. يبقى كده الاجابة الصح اللي هي besides. بعد كده عايز بقى اتكلم عن حالات if، والمفروض ان احنا كنا شرحناها في الفيديوهات بتاعت التراكمي او اللي احنا كنا عاملينها من تقريبا حوالي 3-4 اسابيع. بس عايز ارجع لك عليها بشكل سريع برضو واحل عليها الحاجات اللي جت من النماذج الاسترشاديه واللي جت برضو في امتحانات السنين السابقه. حالات اف انت عندك في الحاله الصفريه دي اللي هي بتعبر عن الحقائق. فعايزك تعرف ان اف بيجي وراه مضارع بسيط. طيب ايه هو المضارع البسيط؟ عشان عارفك بتنسى كتير. المضارع البسيط اللي هو الفعل بدون اضافه، او الفعل يكون متضاف له اس او اي اس او اي اي اس. تمام. ولو بتتكلم عن مفعول فالمضارع البسيط بيتكون من am او is او are وبعدها التصريف الثالث للفعل. والجزئية بتاعت حالات اف لو انت محتاجها بشكل مفصل هتلاقيها موجودة في الفيديوهات اللي هي بتاعت التراكمي. في فيديوهات تراكمية كانت نازلة الفترة اللي فاتت، كنا منزلين فيها قواعد اف ونزلنا فيها كمان نزلنا تقريبا الكويشن تاج، السؤال المزايل، وكان نازل حاجات تراكمية كتير. والانفرجن كمان اللي احنا حلينا عليه كان نازل برضو باستفاضة. لو انت عايز اي حاجة باستفاضة هتلاقيها موجودة في الفيديوهات اللي هي التراكمية. طيب يبقى خلاص احنا عرفنا ان الحالة الصفرية if مضارع بسيط. طيب الحالة الاولى بقى افكرك بيها كانت if وراها مضارع بسيط. حلو. بس الناحية التانية بتبقى فاعل وبعد كده will والمصدر، او فاعل وبعد كده كان او may والمصدر. لكن لو will او كان او may كان قبلهم مفعول هيقع عليه الفعل مش فاعل، فبنحط البي والتصريف الثالث مش المصدر. تاني الحتة دي، وعلى فكرة هيطلق جملة عليها. اي حاجة بيجي ورا المصدر ده لما تكون بتتكلم عن فاعل، لكن لو بتتكلم عن مفعول object ما تحطش المصدر، اقلب المصدر وخليه بي والتصريف الثالث. طيب عايزك تعرف بقى الحالة الثانية if بعدها ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل. طيب ماضي بسيط والناحية الثانية بتبقى فاعل، بعد كده would او could او might والمصدر. ولو بتتكلم عن مفعول يبقى would او could او might يجي وراها be والتصريف الثالث. طيب الحالة الثالثة قال لي if بيجي وراها ماضي تام ده اللي هو ايه؟ اللي هو had وبعد كده التصريف الثالث للفعل. والناحية التانية بيبقى فاعل وبعده would أو could أو might وبعد كده have والتصريف الثالث. خلي بالك have والتصريف الثالث مش المصدر. ولو بتتكلم عن مفعول مش هتخليها have والتصريف الثالث، لا تخليها have been والتصريف الثالث. هوريها لك انت بس مش صابر على رزقك. بص كده على الجملة دي. If you had an invitation to the party. أنا عندي هنا إيه؟ if. حلو. بعدها زمن إيه عشان أحدد الحالة؟ عندي had. واحد هيقول لي had دي ماضي تام ولا دي؟ had لوحدها كده من غير تصريف تالت بعدها يبقى دي كده ماضي بسيط. فإف ماضي بسيط يبقى دي الحالة التانية، يبقى المفروض الناحية التانية would صح كده، أو could أو might وبعدهم المصدر لو أنا بتكلم عن فاعل. طيب أنا عندي هنا would والمصدر أهي ماشي، وعندي كمان would be والتصريف الثالث. دايما لما تلاقي أنت عايز تختار مثلا وليكن would والمصدر ولقيت نفس الحاجة اللي عايز تختارها معاها بي والتصريف الثالث، ابدأ شك وقول لنفسك ان اللي معاها بي والتصريف الثالث دي لو انا بتكلم عن مفعول هيقع عليه الفعل، واللي بيجي معاها المصدر دي لو انا بتكلم عن فاعل هو اللي هيقوم بالفعل. طب انا هنا يا سيدي انا بقول لك ان انت هتقلاو لنفسك، انت اللي هتسمح لنفسك؟ لا، ده انا بقول لك لو انت معاك انفيتيشن دعوة فانت هيتسمح لك انك تدخل بسهولة، مش انت اللي هتسمح لنفسك، هيتسمح لك، يبقى انت اللي هيقع عليك الفعل، يبقى انت كده بقيت object
you ديت هي object مفعول، يبقى طالما مفعول يبقى مش هختار would والمصدر، لا هختار would be والتصريف الثالث اللي هي الإجابة B. يبقى تاني لما تيجي تختار خلاص انت حددت هتختار ايه، فمثلا وليكن انا هختار will والمصدر ولقيت will be والتصريف تالت في الاختيارات، شك وشوف انت بتتكلم عن فاعل ولا مفعول. فاعل بيقوم بالفعل، مفعول بيقع عليه الفعل. طيب تعال نشوف جملتين كمان. بقول لك نقط for his sincere advice we would have a lot of troubles. طيب الاختيارات عبارة عن ايه؟ عبارة عن if. حدد الاول دي قاعدة ايه ل if. فواحد هيقول لي انا عندي اهي would have، يبقى دي الحالة الثالثة. فين التصريف الثالث اللي بعد have؟ مفيش. يبقى have دي هي مصدر، يبقى انا كده عندي would والمصدر، يبقى دي الحالة الكام؟ الحالة الثانية. يبقى المفروض هنا يكون في زمن ايه؟ ماضي بسيط. امشي كده. is دي مضارع، is دي مضارع، عندي هنا weren't و hadn't been. had been دي ماضي تام، لا مش عايزك، يبقى were دي اللي هختارها وهعتبرها ماضي بسيط. السؤال اللي بعده بقول لك if you face a problem، لو انت بتواجه مشكلة a the police. انا عندي هنا if صح، وراها face، ده فعل ايه؟ بدون اضافة. فهتقول لي خلاص ده كده يا ابو حميد يبقى زمن مضارع بسيط. مضارع بسيط وهنا انا ما بتكلمش عن حقيقة، يبقى دي الحالة الأولى. يبقى المفروض الناحية التانية يبقى عندي will والمصدر صح، وهتروح تختار will والمصدر اللي هي الإجابة C، وهتبقى إجابتك خاطئة وخدت صفر قد كده. ليه؟ هقول لك ليه. بص يا سيدي، will والأفعال الناقصة عموما، أي فعل لازم يجي قبله فاعل. الأفعال اللي هي الناقصة يعني زي will أو would أو can أو could أو may أو might أو must، كل الأفعال ديت اللي هي الأفعال الناقصة لازم يجي قبلها فاعل أو مفعول، لازم. لكن هنا النقط لو خدت بالك هي في بداية جملة، يعني القامة اهي والنقط بعدها. هل في فاعل أو مفعول؟ لا. يبقى ولا هتقدر تختار would عشان لازم يجي قبلها فاعل أو مفعول، وبرضه will لازم يجي قبلها فاعل أو مفعول، وكان برضه لازم يجي قبلها فاعل أو مفعول. طب أنا أختار مين؟ يعني أختار مين بقى؟ فضل عندك مين؟ هي call. طيب call دي صح؟ قال لي بص يا سيدي، لما تلاقي في ناحية مضارع فقال لي الناحية التانية ممكن تعمل حاجة اسمها الجملة الأمرية. طالما ما عندكش بقى ولا فعل ولا مفعول ممكن تعمل الجملة الأمرية. طب إيه الجملة الأمرية دي؟ الجملة الأمرية دي اللي هي بتبدأ بالفعل في المصدر، أو في حالة النهي بتبقى don't وبعد كده المصدر. يبقى هنا call دي هي فعل في المصدر اتحط في الأول كجملة أمرية. يبقى اوعى تتغفل ان هنا مضارع بسيط فتختار will والمصدر على طول، ماشي، بس فين الفاعل او المفعول اللي قبل will والمصدر؟ مش موجود. فخلي بالك من الحتة دي ان المضارع بيتربط في الجملة الأمرية. عندي بقى شوية بدايل لإف، خلي بالك عشان نركز عليها برضو جوه النماذج الاسترشادية، وكنا شرحناها قبل كده بس هنعيد لك عليها بشكل سريع. في الحالة الصفرية بديلة if بتبقى when، يعني تقدر تحط when مكان if في الحالة الصفرية اللي هي بتعبر عن الحقائق. طيب عموما بقى if ممكن تقول ان هي بتساوي as long as، او بتساوي providing او provided او on condition that. حلو، بس قال لي خلي بالك if برضه بتساوي suppose او supposing او imagine. طب ايه الفرق بينهم؟ انت ليه حاططهم كده بعاد؟ بص بقى يا سيدي، if تساوي suppose أو supposing أو imagine دي في الحالة التانية، يعني لازم يكون في ماضي بسيط بعدها ويبقى صيغة سؤال. تاني، اربط suppose و supposing و imagine، اربطهم بالحالة التانية، يعني يجي بعدهم زمن ايه؟ ماضي بسيط ويبقى صيغة سؤال. تمام؟ طيب برضو if نفس قواعدها هي unless، بس ايه الاختلاف؟ unless هي نفي if، يعني معناها لو لم. لو انت عايز المعنى ده لو لم او اذا لم تقول unless، بس هي نفس القاعدة.
يعني القاعدة مثلا في الحالة التانية ان بيجي وراها ماضي بسيط وبعد كده would والمصدر، برضو unless نفس النظام. عايزك بقى تعرف ان without و but for الاتنين دول من بدايل if، معناهم بدون. معناهم ايه؟ بدون، بس لازم يجي وراهم ال ing او النون الاسم. لازم، ما ينفعش يجي وراهم جملة، ما ينفعش. وبرضو in case of برضو هي بديلة ل if ولكن يجي وراها ing او نون اسم. و in case of معناها في حالة، في حالة. طيب تعالى نستخدم الكلام ده. انا ماشي معاك بطريقة سريعة عشان في ناس كتير عارفة الكلام ده لان احنا كنا شرحناه. طب لو انت ما كنتش تعرفه، انت معاك البي دي اف، تقدر ان انت تذاكر الحاجات دي وتحفظها، هتلاقي الموضوع سهل، هي كلها حاجات حفظ اصلا. تعال نشوف الجمل هنا. بقول لك you will make، تعال بس نمسح كده. you will make mistakes يعني انت هتعمل اخطاء. A you follow the instructions. فالاختيارات عبارة عن if و unless و without و in case. اولا انا هحذف without. هحذفها ليه؟ لان without المفروض يجي وراها ing او noun اسم. in case دي معناها في حالة. طيب unless معناها لو لم، و if معناها لو. انا هنا المعنى عايز اقول فيه ايه؟ انت هتعمل اخطاء لو انت اتبعت التعليمات. هتعمل اخطاء لو اتبعت التعليمات؟ لا، اكيد عايز اقول هتعمل اخطاء لو لم تتبع التعليمات. يبقى هنا الاجابة الصح هي unless بناء على المعنى. السؤال اللي بعده بقول لك نقط you lived on the moon how would you feel. الجملة دي جت في النماذج الاسترشادية. فهل اختار in case of؟ يعني دايما في الامتحان بص على الاختيارات واستبعد. in case of قلت لك بيجي وراها ing او noun اسم، ما يجيش وراها جملة، يبقى استبعدها. طيب هل في حاجة اسمها imagined؟ انا قلت لك اسمها imagined؟ لا، انا قلت لك اسمها imagine بالشكل ده. طيب provides، في حاجة اسمها provides؟ لا، اسمها provided او providing. طيب حلو الكلام. فضل عندي مين بقى؟ supposing. ما احنا قلنا suppose هي بديلة if وكمان بتساوي مين؟ بتساوي suppose كده بالشكل ده، وبتساوي imagine بالشكل ده، بس قلت لك اربطهم بالحالة التانية، يعني يجي وراهم ماضي بسيط ويبقى في صيغة سؤال. تعال نشوف بقى الكلام ده اتطبق هنا ولا لا. عندي بعد النقط اهي lived ديت زمن ايه؟ زمن ماضي بسيط اهي، ماضي بسيط. والناحية التانية اهي صيغة سؤال كمان. يبقى كده كل الشروط بتاعت supposing اتحققت، ان هي جت في الحالة التانية وان هي كمان في صيغة سؤال. بعد كده عندي في شوية بدائل عايزك تحفظهم. should و where و had اتذكروا كتير في النماذج الاسترشادية، فأنا بقول لك مهمين جدا لازم تحفظهم. should عايزك تعرف هي بيجي وراها الفاعل والمصدر. تاني should فاعل مصدر، should فاعل مصدر، دول من بدايل if. should فاعل مصدر، تمام. والناحية التانية ممكن يبقى في فاعل will والمصدر او فاعل would والمصدر، يعني يا حالة اولى يا حالة تانية. يبقى كده نقدر نقول ان should فاعل مصدر تقدر تكون بديلة لإف في الحالة الأولى وبديلة لإف في الحالة التانية. ماشي. قال لي بقى عندك where دي بديلة إف في الحالة التانية بس، وبيجي وراها إيه؟ بيجي وراها فاعل بس مش المصدر بقى زي should، لا to والمصدر. يبقى should كان بيجي وراها فاعل مصدر، لكن where بيجي معاها فاعل to والمصدر. ووير برضو بيجي وراه فاعل وبعد كده صفة أو اسم. يبقى تاني في حالتين لوير، بس قول إن وير ما بيجيش غير مع الحالة التانية بس. وير بيجي معاه إيه؟ فاعل تو والمصدر. طب مين اللي بيجي معاه فاعل والمصدر بس؟ should. طب حلو قوي. طيب وير برضو بيجي معاه إيه؟ فاعل صفة أو اسم. أهمهم بقى هاد بتيجي مع الحالة التانية وبتيجي مع الحالة التالتة، بس خلي بالك هاد لو هتحطها مع الحالة التانية وهتعرف منين هي الحالة التانية؟ يعني تلاقي الناحية التانية في فاعل would والمصدر، ما انت عارف would والمصدر يبقى دي حالة تانية. لكن لو would have والتصريف التالت يبقى دي حالة تالتة.
طيب انا دلوقتي لقيت would والمصدر، يعني دي حالة تانية، والاختيارات فيها had. قال لي had يجي وراها فاعل وبعد كده اسم بيمتلكه الفاعل ده. لكن مع الحالة الثالثة ودي اللي ذكرها في النماذج الاسترشادية، فهاد بيجي معاها فاعل وبعد كده تصريف ثالث. يبقى عندك حالتين لهاد. هاد بتيجي مع الحالة الثانية لإف وبيجي وراها فاعل وبعد كده اسم بيمتلكه الفاعل ده. وهاد بتيجي مع الحالة الثالثة اللي هي would have والتصريف الثالث، بس ده يجي وراها فاعل وبعد كده التصريف الثالث مش اسم. تعال نشوف الكلام ده، هتلاقيه الموضوع سهل لو انت حافظ الكلام ده. بقول لك نقط he a proper plan he wouldn't waste his time. يلا الاختيارات فيها if، يبقى انا كده عرفت ان انا اختار if. هل ينفع اختار بقى if نفسها؟ لا. ليه؟ لان هنا انا عندي would والمصدر، صح؟ فwould والمصدر يبقى دي الحالة الكام؟ الحالة التانية. فالحالة التانية يبقى كان هنا المفروض يكون فيه ماضي بسيط، انا ما عنديش ماضي بسيط، يبقى كده if غلط واختار حاجة من بدايلها. وكمان unless هي نفس قواعد if بس هي مع اختلاف المعنى، فبرضه انا ما عنديش ماضي بسيط. فضل عندي where وفضل عندي had. where بتيجي مع الحالة التانية مفيش مشكلة، وهاد برضه ينفع تيجي مع الحالة التانية. طيب where لما تيجي مع الحالة التانية بيجي وراه فاعل to والمصدر. هل أنا عندي فاعل؟ بس مفيش to والمصدر. طيب بيجي وراه فاعل برضو بعد كده صفة أو اسم. أنا عندي هنا فاعل أهو بعد كده a proper plan. بس خلي بالك أنا هنا عايز أقول إن هو بيمتلك خطة، هو عنده خطة. فإحنا قلنا إن هاد مع الحالة التانية، ما هنا حالة تانية، فبيجي وراه فاعل وبعد كده اسم بيمتلكه الفاعل ده. تعال نطبق اهو، فاعل اهو وبعد كده عندي اسم والاسم ده بيمتلكه الفاعل ان هو بيمتلك خطة. يبقى كده الإجابة الصح اللي هي هاد. السؤال اللي بعده بقول لك نقط hard he would join the main team. طيب انا عندي هنا ايه؟ would والمصدر، فwould والمصدر يبقى دي الحالة الكام؟ التانية. فالمفروض يبقى عندي هنا ماضي بسيط. اول اختيار trains ده فعل متضاف له اس، ده مضارع، دايما نعمل كده. عندي برضو unless، تعال نشوف unless جاي وراها اهو ماضي بسيط. طيب تعال نشوف المعنى، اوعى تختار unless كده وخلاص. unless معناها لو لم يتدرب بجد فهو هينضم للفريق. لو لم يتدرب فهو هينضم؟ لا طبعا. فunless غلط كمعنى. فضل عندي بقى where فاعل to والمصدر. where فاعل to والمصدر اهي. where فاعل to والمصدر بتيجي مع الحالة التانية فدي صحيحة. اخر اختيار بقى had فاعل وتصريف ثالث. had فاعل وتصريف ثالث دي بتيجي مع الحالة الثالثة، فانا هنا ما عنديش حالة ثالثة، يبقى الاجابة الصح اللي هي الاجابة B. السؤال اللي بعده نقط well he would have gone out for a walk. يلا انا الاختيارات فيها where وهاد، طالما where وهاد تبدأ بقى تقسم تشوف انت بتتكلم في انهي حالة. فانا عندي هنا would have والتصريف الثالث يبقى دي الحالة الكام؟ الثالثة. هي where بتيجي مع الحالة الثالثة؟ لا، بتيجي مع الحالة الثانية بس اللي هي would والمصدر، مش would have والتصريف الثالث. طيب فضل عندي had he been، اختار مين فيهم؟ هبدأ أشوف. أنا عندي هنا had أهي، تعالى أوريها لك. had فاعل والتصريف الثالث هي دي اللي بتيجي مع الحالة الكام؟ هي دي اللي بتيجي مع الحالة الثالثة. فهنا أنا عايز had فاعل وتصريف ثالث، فهلاقي آخر اختيار had he been هي اللي صح. السؤال اللي بعد بقول له had it rained so heavily we ate loads. طيب هو هنا عكس، اداني had صح وبعدها هو الفاعل وبعد كده التصريف الثالث. طب هو had فاعل والتصريف الثالث دي كانت بتيجي مع الحالة الكام؟ الثالثة. يبقى هنا كان المفروض يكون في would بعد كده have بعد كده التصريف الثالث. يبقى أنا كده هستبعد B وهستبعد D. أختار بقى الإجابة C ولا الإجابة A؟ الفرق بينهم واحدة نفي واحدة إثبات. ابدأ شوف معنى الجملة. أنا بقول لك لو الدنيا مطرت مش هيبقى عندنا فيضانات، لا ده هيبقى عندنا فيضانات، يبقى أنا مش محتاج النفي،
يبقى الإجابة الصح اللي هي would have had. السؤال اللي بعده بقول لك نقط you could have your own decision. طيب الاختيارات لقيت فيها unless، يبقى كده بيتكلم عن قواعد if. تعال نشوف دي الحالة الكام. could وراها have، بس هل في تصريف تالت؟ لا، يبقى have دي هعتبرها المصدر، يبقى كده انا عندي could والمصدر، فcould والمصدر عاملة زي would والمصدر، دي كده الحالة الكام؟ الحالة التانية. يبقى طالما الحالة التانية يبقى المفروض يبقى عندي في الجملة الأولى زمن ماضي بسيط. طيب أول اختيار في R دي مضارع. تاني اختيار had been دي كده ماضي تام، لا أنا مش عايز ماضي تام. عندي بعد كده الاختيار B unless you had in charge، إذا لم تكن، ما هي unless معناها إذا لم أو لو لم. تعال نشوف المعنى كده. لو لم تكن مسؤول فأنت هتقدر تاخد قرارك، أنت لو ما كنتش مسؤول هتاخد قرارك؟ لا، إزاي؟ طبعا. يبقى الإجابة بي غلط. طب بص بقى هنا where، ماشي where تنفع مع الحالة التانية ويجي وراها فاعل، ماشي، ووراها in charge. امال ايه in charge دي؟ ما انت عندك في منهجك in charge دي adjective، صفة معناها مسؤول، فهنا هي جاية كصفة. طب هي where بيجي وراها صفة؟ تعالى اوريها لك. where بيجي وراها فاعل وبعد كده صفة أو اسم على الحالة التانية، فكده الإجابة دي آخر إجابة خالص هي اللي صح. تمام يا سيدي؟ طيب في شوية أفكار برضو ظهرت تانية زي الضمائر المنعكسة. إيه الضمائر المنعكسة دي؟ الضمائر المنعكسة ديت اللي هي زي نفسك، نفسي، نفسه، نفسها، دي اسمها الضمائر المنعكسة. طيب جميل. الضمير من الضمير المنعكس من I أنا، فلو عايز أقول نفسي بقول myself. لو أنا بكلمك أنت فعايز أقول نفسك أنت أقول لك yourself. طيب ونحن، لو أنا عايز أقول أنفسنا أقول ourselves. طيب لو أنا بتكلم عن they هم فعايز أقول أنفسهم أقول إيه؟ themselves. طيب هو لو أنا عايز أقول نفسه هو أقول إيه؟ himself. طيب هي لو أنا عايز أقول نفسها هي أقول إيه؟ herself. طب اللي عايدة على غير العاقل تبقى itself. ولو بتكلم جمع قصادك، تكلم ناس قصادك كده جمع فتقول yourselves. يبقى تاني لو بتكلم جمع قصادك تقول ايه؟ yourselves، دي معناها انفسكم. لو انت بتكلم ناس قصادك انفسكم. طيب ظهرت في ايه بقى في النماذج الاسترشادية؟ ظهرت في behave ديت معناها يتصرف او يسلك، دي موجودة عندك أصلا في المنهج. طيب behave لما يجيبها لك في جملة اعرف إن بيجي وراها ضمير منعكس. لو عايزك تختار ضمير من الاختيارات بيجي وراها ضمير منعكس. تمام؟ طيب برضو ظهرت في النماذج الاسترشادية في إنه كان جايب باي وحاطط وراها ضمير منعكس، فعايزك تعرف ما هي باي معناها ايه؟ بواسطة. ما انا لو عايز اقول ان عملت الحاجة بواسطة نفسي، بواسطة نفسه، فباي مع الضماير برضو بتيجي بمعنى انه عمل الحاجة بنفسه او عملت الحاجة بنفسها او عمل الحاجة بنفسه او انت عملت الحاجة بنفسك، فتقول باي وتحط بعدها ضمير منعكس، وساعتها هتبقى بتساوي on وبعدها ضمير مفعول owen. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايز اقول ان انت مثلا عملت الحاجه بنفسك فاقول ايه؟ by yourself معناها عملت الحاجه بنفسك، وباي yourself بتساوي on your own. عشان ممكن يجيبها في جمله تانية خالص بعيده عن الجرامر، يجيب لك جمله كده ويقول لك ان انت عملت الحاجه by yourself. فباي yourself نقدر نشيلها ونستبدلها بايه؟ تقول له on your own. طيب تعال نشوف كده الجمل اللي جت في النماذج الاسترشاديه. هنا بقول boys يا أولاد، بكلم الولاد بقول لهم behave إيه؟ طيب behave هحط وراه ضمير منعكس، بس هنا أنا بتكلم عن أولاد، فالأولاد ده اسم جمع، فالاسم الجمع أحط معاه إيه؟ أحط معاه yourselves أهي، اسم الجمع أحط معاه yourselves. طيب
هنا بقول we all احنا كلنا can find نقدر نجد ايه appropriate jobs وظائف appropriate. كلمة appropriate دي من كلمات منهجك معناها مناسب. فعايز اقول احنا كلنا نقدر نجد لأنفسنا وظائف مناسبة. فأنفسنا يبقى أنا عايز كده الضمير، طالما قلت كلمة نفس كده يبقى أنت عايز ضمير منعكس. فين الضمير المنعكس؟ عندي themselves وعندي ourselves. طب هنا أنا بتكلم عن we نحن، فنحن الضمير المنعكس منها ourselves. السؤال اللي بعده At university في الجامعة you have to be independent لازم تكون مستقل and work وتشتغل by إيه؟ أكيد عايز أقول تشتغل بنفسك. طيب بنفسك فباي احط وراه ضمير منعكس فاختار ايه yourself by yourself يعني بنفسك. وساعتها هتبقى بتساوي ايه يعني امتى كنت اختار your own دي لو انا كان قبل النقط مفيش باي لا كان في on لان on your own تساوي في المعنى by yourself. يبقى اوعى تنسى الضمائر المنعكسه اللي هي فيها كلمه نفس أنفسنا أنفسهم نفسي نفسك وهكذا. بعد كده بقى في شوية حاجات أنا عايز أراجع عليها لأني شاكك إن هي ممكن تيجي إن شاء الله رب العالمين في امتحانك لأني اتذكرت كتير في النماذج الاسترشادية فأنا عايز إن أنا أركز عليها. أولهم قاعدة سينس عشان اتذكرت في المناهج أو اتذكرت في النماذج الاسترشادية فعايزك تفتكر معايا كل الكلام ده أنا شرحته وقلته لك في الفيديو بتاع الجرامر بس هقوله تاني عشان أفكرك بيه. سينس بيجي بعدها ماضي بسيط وقبلها مضارع تام بس ده لما يكون معناها منذ لأن احنا لسه قايلين من شوية إن سينس ممكن تيجي بمعنى لأن وتساوي because وبتساوي as بس لو جت بمعنى منذ يجي بعدها ماضي بسيط تمام بس قبلها بقى ممكن تحط مضارع تام او مضارع تام مستمر وممكن تحط قبلها ماضي تام بس تحط قبلها ماضي تام ايه لو انت عندك ما يدل على الماضي في الجملة. يعني ايه هوريك جمل عليها دلوقتي. وعايزك تعرف برضو ان it's وبعدها فترة زمنية فبرضو since وبعدها ماضي بسيط. يبقى تاني الحاجات دي احفظها لسنس. since بيجي بعدها ماضي بسيط لما يجي بمعنى منذ قبلها مضارع تام او ماضي تام على حسب عندي إشارة للماضي في الجملة يبقى ماضي تام ما عنديش إشارة للماضي يبقى مضارع تام وإتس فترة زمنية يبقى since ماضي بسيط. تعال أوريك جمل كده عليها. بقول لك I met Sally yesterday. I ate here since she left our villages. أنا عندي هنا since فكل الطلبة هتجري أو معظم الطلبة وتحط قبلها مضارع تام وتروح تختار haven't seen وتبقى غلط. ليه؟ لأن هنا في جملة ماضي أهي met ماضي يبقى طالما عندي جملة ماضي يبقى ما احطش مع سين مضارع تام لا أنا هخليها ماضي تام. فين الماضي التام؟ أهي hadn't seen. السؤال اللي بعده He not 3 cups of coffee since he reached the office this morning. عندي هنا since بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع تام ومفيش جملة ماضي خلاص يبقى كده هحط مضارع تام. عندي has drunk وبرضو عندي has been drinking دي مضارع تام بس مضارع تام مستمر. طب ما since ممكن يتحط قبلها مضارع تام وممكن يتحط قبلها مضارع تام مستمر عادي. طب انا اختار مين فيهم؟ قلتها لك في فيديو الشرح بتاع الجرامر ان لو انت عندك عدد الحاجة اللي انا بتكلم عنها هنا بتكلم عن 3 كوبايات لو اديتك عدد الحاجة اللي انا بتكلم عنها اوعى تحط اي زمن مستمر. لو اديتك عدد الحاجة اللي بتكلم عنها اوعى تحط زمن مستمر يبقى كده الإجابة الصح has drunk. السؤال اللي بعده It's more than 40 years. It's اهي وبعدها فترة زمنية وإيه بعده ماضي بسيط يبقى اسمها It's فترة زمنية since ماضي بسيط. بعد كده اوعى تنسى ان اي رابط مفيش بعده فاعل ولا مفعول يعني النقط لازقه فيه زي هنا before النقط لازقه فيها after النقط لازقه فيها مفيش ولا فاعل ولا مفعول تفكر يا اما في ing يا اما في being والتصريف التالت. طب انا اختار على مزاجي؟ لا قلنا ان لو الجمله التانيه بادئه بالفاعل اللي هيقوم بالفعل تختار ing
لكن لو الجملة التانية بادئة بالمفعول اللي الفعل هيقع عليه تحط being والتصريف التالت. تعال اوريها لك في الجمل احسن. هنا بقول لك ايه في الجملة before نقط، مفيش ولا فاعل ولا مفعول، يبقى اقدر احط ing واقدر احط تصريف تالت. طب هنا انا بتكلم عن glass bottles، زجاجات او اللي هي الازايز الزجاج يعني. فالازاز مش هتريسايكل نفسها، مش هتعيد تدوير نفسها، يبقى هي ايه؟ مفعول. يبقى طالما مفعول يبقى المفروض هنا احط being وبعدها التصريف الثالث للفعل. يبقى الاجابه الصح اهي being والتصريف الثالث. ولا انا هنا كنت معلم غلط ان احنا نختار تصريف ثالث، انا اسف. السؤال اللي بعده after not، يلا نفس بقى القاعده. after اهي مفيش بعدها ولا فعل ولا مفعول، النقط لازقه فيها، اقدر اختار ing صح، واقدر اختار ايه؟ being والتصريف الثالث. هو ريحني وما ادانيش ing في الاختيارات واداني being والتصريف الثالث، يبقى هي اللي صح. طب هي being والتصريف الثالث دي قلنا نختارها امتى؟ لو انا كنت بتكلم عن مفعول. طب ما هنا بتكلم فعلا العربيه مش هتصلح نفسها، فهي فعلا مفعول. القاعدة اللي بعد كده اللي اوعى تنساها قاعدة having اعرف ان معناها بعد. تمام؟ having بيجي وراها يا تصريف ثالث يا being والتصريف الثالث. تختار معاها تصريف ثالث امتى؟ لو انت بتتكلم عن فاعل هيقوم بالفعل، لكن لو بتتكلم عن مفعول الفعل هيقع عليه تحط being والتصريف الثالث. شرحناها، بس تعال نشوف الجملة. having نقط the criminal was sent to prison. يلا أنا عندي هنا having صح؟ فممكن أحط تصريف ثالث وممكن أحط being والتصريف الثالث. طيب أختار مين فيهم يا سيدي؟ بص على الجملة هنا الثانية بدأ بمين؟ the criminal، المجرم. المجرم هيأرست نفسه يعني هيقبض على نفسه؟ لا، ده هيتقبض عليه. يبقى كده المجرم مفعول هيقع عليه الفعل، يبقى المفروض اختار being والتصريف الثالث للفعل زي ما قلنا هنا. اوعى تنسى قاعدة having مهمة. بعد كده افتكر معايا برضو كنا قلنا ان should have والتصريف الثالث بتساوي ought to have والتصريف الثالث، معناها ان كان المفروض تعمل شيء وما عملتوش. يعني انت مثلا كان المفروض تذاكر بدري، كان المفروض تعمل حاجة وما عملتهاش، دي اسمها should have وتصريف ثالث. او البديلة بتاعتها ought to have والتصريف الثالث. طيب النفي بتاعها بقى shouldn't have والتصريف الثالث او ought not to have والتصريف الثالث. معناهم ايه؟ معناهم ما كانش المفروض تعمل كده في الماضي بس انت عملته خلاص. يعني جيت وقلت لك انت ما كانش المفروض تزعق لاختك بس انت زعقت، فما كانش المفروض تعمل حاجة وعملتها، فدي اللي هي shouldn't have والتصريف الثالث او ought not to have والتصريف الثالث. وعايزك تعرف ان الصيغ دي بتعبر عن البليم او الريجريت، يعني بتعبر عن الندم واللوم. تعال نشوف الاسئله. بقول لك هنا I shouldn't have repeated that mistake. معنى الجمله ايه؟ shouldn't have وتصريف تالت معناها ما كانش المفروض اعمل كده بس للاسف عملته. فبقول لك انا ما كانش المفروض اكرر هذا الخطا، يبقى ده معناه ان انا ايه؟ معناه ان انا كررت الخطا للاسف. ما هو shouldn't have والتصريف الثالث معناها ان انا ما كانش المفروض اعمل كده بس للاسف عملته. يبقى انا عايز حاجه بمعنى ان انا عملت الحاجه، فهختار repeated، ان انا فعلا كررته، لان بلوم نفسي وبقول ما كانش ينفع اعمل كده. السؤال اللي بعده بقول لك I regret، انا ندمان عن arriving late، ان انا وصلت متاخر. فبيقول لي انا ايه on time، انا ايه في الوقت، فانا كان المفروض اوصل في الوقت المحدد، لان هنا اهو انا بقول لك ان انا بريجريت يبقى انا ندمان. ففين صيغه الندم في الاختيارات؟ اهي should have come، معناها ايه؟ كان المفروض ان اجي في الوقت المحدد، عشان كده انا ندمان. السؤال اللي بعد بقول لك I shouldn't have eaten so much، انا ما كانش المفروض اكل كتير كده. فبيقول لي ده معناه ايه؟ فانا قلت لك هنا ايه؟ shouldn't have والتصريف الثالث معناه ايه؟ ما كانش المفروض اعمل كده بس للاسف عملت. فده معناه ان انا اكلت كتير جدا، فانا دلوقتي بقول ما كانش المفروض اكل كتير قوي كده. فهختار ايه؟ هختار I ate too much، ان انا اكلت كتير جدا، and I regret، وانا ندمان على كده دلوقتي. وفعلا shouldn't have والتصريف الثالث هي صيغة ندم، صيغة regret. بعد كده اوعى تنسى
could have والتصريف الثالث بتعبر عن حاجتين في منهجك اوعى تنساهم. لما تلاقي في الاختيارات could وراها have وراها تصريف ثالث افتكر كلامي ده، بتعبر عن احتمالية حدوث شيء في الماضي. يعني عايز اقول لك احتمال اخويا يكون اشترى الموبايل امبارح، احتمال يكون عمل حاجة في الماضي could have وتصريف ثالث. وبرضه could have وتصريف ثالث بتعبر عن حاجة كنت تقدر تعملها بس ما عملتهاش وعملت حاجة تانية. يعني جيت وقلت أنا كنت قادر على فكرة أجيب عربية بابا بس أنا قلت أركب معاك، فكنت قادر تعمل حاجة بس عملت حاجة تانية غيرها could have وتصريف تالت. تعال نشوف الجملة اللي جت في النماذج الاسترشادية. بقول لك جودي was lucky. جودي كانت محظوظة. she a herself هي ايه نفسها when she fell لما وقعت but she is okay ولكن هي تمام. يبقى هي كان ممكن تأذي نفسها ولكن هي دلوقتي بقت تمام. فهنا انت قلت ايه بالعربي؟ هي محظوظة، هي كان ممكن تأذي نفسها، وتأذي نفسها في الماضي صح؟ لأن بقول لك إن هي كانت محظوظة، فعايز أقول كان ممكن تأذي نفسها، كان احتمال تأذي نفسها، فاحتمال حاجة كانت تحصل في الماضي قلنا بنعبر عنها بكود هاف والتصريف التالت. وبرضه ليها معنى تاني كود هاف والتصريف التالت فكرني بيه، إن هو كان يقدر يعمل شيء في الماضي وما عملهوش وعمل شيء تاني. من الحاجات برضو اللي ركز عليها في النماذج الاسترشادية وهي المستقبل التام الفيوتشر بيرفكت. خلي بالك هفكرك بيه، ده بيتكون من will have والتصريف الثالث مع الفاعل اللي بيقوم بالفعل، ومع المفعول اللي هيقع عليه الفعل بيتكون من will have been والتصريف الثالث. حلو. المستقبل التام لما اتذكر في النماذج الاسترشادية كان جايب باي مع المستقبل. أول ما تلاقي باي ومعاها ما يدل على المستقبل تحط مستقبل تام، لكن باي لو جابها لك معاها ماضي تحط ماضي تام. يعني لو أنا جيت وقلت لك باي 2013 يعني بحلول سنة 2013 وقلت لك I A from university يبقى كده أنا حاطط لك باي وبعدها إيه؟ بعدها تاريخ في الماضي، يبقى المفروض أختار معاها إيه؟ ماضي تام. طب تعال نشوف الجمل. بقول لك according to my schedule وفقا للسكيدجول وفقا للجدول بتاعي by the end of this week. هنا بقول لك ايه؟ by. حلو. وبعدها نهاية ذلك الأسبوع. طالما بقول لك this week أو this year معناها إن الأسبوع لسه ما خلصش أو السنة لسه ما خلصتش، يعني لسه بتكلم في المستقبل. يبقى by اهي معهاش ماضي، لا معاها ما يدل على المستقبل، لسه نهاية هذا الأسبوع، يبقى حط معاها زمن ايه؟ مستقبل تام. فين المستقبل التام؟ will have والتصريف الثالث. لسه في جمل كتير ظهرت، فتعالى ما نشوف الجملة دي كمان. باي ومعاها next، فباي اهي ومعاها next يعني مستقبل، يبقى المفروض ادور على ايه؟ مستقبل تام. فين المستقبل التام؟ will have اهي بس حاطط بين والتصريف تالت عادي، ده تكوين المستقبل التام مع المفعول. طب هو فعلا كان عندي قبل النقط مفعول؟ عندي our exams اهي. ما الامتحانات مش هتكمل نفسها فعشان كده هي مفعول. السؤال اللي بعده بقول لك what the problem is a by tomorrow. يلا انا عندي هنا by ومعاها ما يدل على المستقبل، يبقى المفروض احط مستقبل تام. عندي will have والتصريف الثالث اهي، وعندي will have been والتصريف الثالث. تمام؟ ده تكوين المستقبل التام اللي هو الإجابة إيه؟ تكوين المستقبل التام مع الفاعل. لكن الإجابة دي will have been والتصريف الثالث ده تكوين المستقبل التام مع المفعول. طب أنا هنا بتكلم عن المشكلة، هي المشكلة هتكتشف نفسها؟ لا، يبقى المشكلة مفعول هتكتشف هيقع عليها الفعل، يبقى الإجابة الصح الإجابة دي. تمام؟ طيب من ضمن الحاجات برضو اللي اتذكرت كتير في النماذج الاسترشادية هي الكوزاتيف السببية. أفكرك بقواعدها كده بسرعة. have في أي زمن، يعني ممكن تبقى had ممكن تبقى has عادي. have في أي زمن وراها الفاعل اللي هيقوم بالفعل بنحط المصدر، لكن get في أي زمن جه وراها الفاعل اللي هيقوم بالفعل بنحط to والمصدر.
والحاجات دي معناها ان مش انت اللي عملت الحاجة، لا، معناها ان شخص تاني هو اللي عمل لك الحاجة، ان انت خليت شخص هو اللي يعمل لك الحاجة، انت ما عملتهاش بنفسك. طيب have وجيت بقى في اي زمن لو جه وراها المفعول اللي هيقع عليها الفعل، فالاتنين نفس القاعدة، بيجي وراهم التصريف الثالث للفعل. تعالى نشوف الجمل اللي جت في النماذج الاسترشادية. بقول لك I used to have the mechanic A، عندي have اهي وراها الميكانيكي، الميكانيكي هو اللي هيصلح يبقى هو الفاعل، فهاف وراها الفاعل يبقى حط المصدر. السؤال اللي بعده We are going to get a maid A، عندي هنا get وراها maid الخادمة، فدي كده الفاعل اللي هيساعدنا يبقى هحط الايه المصدر برضو فقط من غير to. لا، ده هنا انا عندي get يبقى هحط to والمصدر، شفت كنا هنتلخبط، يبقى to help هي اللي صح. السؤال اللي بعده The teacher had the class، يلا had دي اللي هي الماضي من ايه؟ من have، جاي وراها the class، ها الفصل ده اللي هو احنا كطلبة، فاحنا اللي هنكتب، احنا اللي هنكتب الريبورت التقرير، يبقى احنا الفاعل اللي هنكتب، يبقى have جاي وراها فاعل، have هنا محطوطة في زمن الماضي عادي، انا قلت لك have في أي زمن وراه فاعل هيقوم بالحاجة بنحط المصدر، يبقى هنا أنا عايز المصدر في الاختيارات، هختار إيه؟ هختار right اللي هي الإجابة C. السؤال اللي بعده بقول لك نقط someone to clean up، طالما لقيت بقى have و had في الاختيارات أبدأ بقى أفكر في الجرامر بتاع السببية، فعندي هنا to والمصدر، فتو والمصدر مش هفكر في have، ده أنا هفكر في get. طيب احط ايه بقى في بداية الجملة، جيت ولا جات؟ لا يا سيدي، في بداية الجملة لو عايز تحط فعل فكده انت هتعمل جملة امرية، فلازم الفعل ده يكون في حالة الايه المصدر، يبقى الاجابة الصح جيت. السؤال اللي بعده I ate at the garage once a month، مرة في الشهر، يبقى أنا إيه؟ هل أنا صلحت عربيتي؟ هو في حد بيصلح عربيته في الورشة؟ مش أنت اللي بتصلحها، المفروض الميكانيكي هو اللي بيصلحها لك، فكده معنى الجملة إن أنت صلحت العربية، لا، ما ينفعش إن أنا أقول إن أنا اللي صلحت عربيتي، يبقى have checked دي غلط، وبرضو check my car أنا أفحص عربيتي برضو غلط. فضل عندي بقى حاجتين، have اهي وهنا have وراها my car، فالعربية أكيد مش تفحص نفسها، فده المفعول اللي هيقع عليه الفعل، يبقى كان المفروض have وراها المفعول يبقى تصريف ثالث. هنا في الإجابة C لو خدت بالك حاطط لي is والتصريف الثالث، لا، كان المفروض تبقى تصريف ثالث بس، يبقى الإجابة C غلط. ولو جينا بصينا بقى على الإجابة B have وراها اهو my car المفعول اللي هيقع عليه الفعل وراها التصريف الثالث، يبقى هي دي الإجابة الصح. السؤال اللي بعد بيقول لك while حمزة ايه he had lunch at the nearest restaurant. طيب أول حاجة أنا لقيت عندي هنا while رابطة بين جملتين، فهشوف الجملة دي الزمن بتاعها ايه، had دي ماضي يبقى المفروض هنا كمان يبقى ماضي، فهاز دي هحذفها، هاز دي هحذفها، فضل عندي was getting ماشي، his car هنا حاطط لي ing وهنا حاطط لي تصريف ثالث، مين فيهم اللي صح؟ المفروض ان لما تيجي تقول get وراها مفعول، ما هي العربية دي مش هتخدم نفسها او مش هتعمل السيرفيس لنفسها، فهي مفعول هيقع عليها الفعل، يبقى المفروض يجي وراها التصريف الثالث، يبقى الإجابة الصح الإجابة C. السؤال اللي بعده بقول لك we know احنا عارفين what is the river to get polluted، فهنا أنا عندي to والمصدر، هل اقول احنا عارفين ماذا ضيع النهر ان هو يتلوث؟ لا، دي مش لايقه كمعنى اصلا. طيب make ده من افعال السببيه برضو، بس قلنا بيجي معاها المصدر، بيجي معاها المصدر. طيب put in لا، طب cause برضو دي من افعال السببيه اللي بيجي معاها to والمصدر، وبرضو من افعال السببيه اللي بيجي معاها to والمصدر عندك مثلا allow، عندك force، دول بيجي معاهم ايه برضو to والمصدر، بس to والمصدر لو وراهم الفاعل اللي هيقوم بالحاجة، تمام؟
طيب دي كانت اهم الحاجات اللي انا كنت عايز اوريها لك بشكل سريع. احنا كنا هنقف لحد حتة التراكمي، بس قلنا نكملها لك عشان احنا عارفين الجمل دي مهمة. ربنا يوفقكم بكرة ان شاء الله رب العالمين. يعلم ربنا احنا عملنا كل حاجة نقدر عليها، بايتين في المكتب بقالنا ايام عشان نقدر نصور لكم كم المراجعات ديت. فربنا يوفقكم، افتكرونا دايما بالخير، ونشوفكم على خير دايما، ونشوفكم ناجحين دايما. السلام عليكم.